كورنر ولا اي ضربه ثابته ولا حتى كروس، هو بيتفرج على المهاجم وهو بينط ياخد الكره براحته. والله بقى المهاجم ربنا وفقه ولزقها في الجون هتبقى جون. وربنا يحميك يا يلدز، يعني لولاك كان في حاجات كتير اتغيرت. ماتش كان صعب جدا، وخاصة من الحالة البدنية، الإرهاق كان بادي والتعب على الفرقتين بسبب واضح كانت رطوبة عالية وحرارة عالية. الفرقتين كان في إجهاد كبير وكله قاعد يقع على الأرض، ولكن كان باين قوي على الفريقين. ويعني حالة من الطقس اللي كانت مخلية الماتش في كثير من الأوقات الريتم ساعات في جري، ولكن دايما معاه التحامات بيتلككوا يقعوا عايزين ياخدوا نفسهم. وفي نفس الوقت كان يعني الماتش مش هقول كان ممل، ولكن الى حد ما يعني ايه كان كتير يعني ايه مش على قد المأمول، ولكن يظل 4-1 يفوز اليوفنتوس، و4-1 يعني في المجمل برضو 5، وكأن الخمسة مكملة معانا يعني، فسبحان الله. ولكن الحمد لله رب العالمين، بنتكلم على فوز لليوفنتوس 4-1 على الوداد. وطبعا بقول هارد لك لكل مشجعي ومحبي الوداد، ولكن اليوفنتوس يظل اليوفنتوس. يمكن في اول 10 دقائق جونين على طول، 1-2 من الاول من بين تورام وبين يلدز، ويلدز يجي يحطها اتحسبت، حتى مش ليه يعني هدف عكسي اتحسبت، ولكن هو بالنسبه لنا يلدز النهارده هاتريك، ولكن هو هدف عكسي. وبعديه على طول جون ولا اروع كوره لسه على يعني هو بتعمل باندا دريك على طول، فيرست تايم في المقص، من احلى الاهداف. 2-0 وبعد كده يعني يجي فينا جون، والكارثه الدفاعيه، الكوارث الدفاعيه. والبدايه كمان لازم نتكلم على مكاني. يعني انا برضو كلام كله من القلب بعد الماتش على طول. انا مكاني يمكن في اول دقيقتين مكاني عمل 2 ميس باس جم علينا بهجمات، وخاصه في واحده فيهم كانت صعبه جدا، كان قبل ما نجيب اي جوان. فكتبت على تويتر شكل كده يعني مكاني جاي يهرج النهارده. وفعليا هو كان تقريبا الشوط الاول الأسوأ، الحاضر الغائب، قاعد بيحلق على الكور، يعني مش لا منه ولا كفايه شره، لا هو يعني شره حاضر في كل الاوقات. ويمكن عشان كده تم تغييره بكوب ماينرز الشوط الثاني. يمكن ما كانش فيه اضافات قوي الشوط الثاني، ويمكن الريتم هدي قوي، وكنت قلقان ان احنا يجي فينا جوان، ولكن برضه سرعان ما الحمد لله كفرنا الجون الثالث برضه يلدز على الارض كده ببطن رجله. وفي النهايه خالص بنالتي يحسب لفلاوفيتش وينفذه فلاوفيتش، و4-1 لليوفنتوس. يعني يمكن الواحد اللي جابه الوداد كان بهفوه دفاعيه، الملعب كله كان ناحيه اليمين ناحيه كالولو. طب انا افهم كالولو يتضرب، لكن انا ما اعرفش سافونا اتضرب وكيلي اتضرب، واللي راح غطى على المهاجم كان بياسو. كان يعني منظر غريب، واحنا الدفاع يعني مش شوربه. الموضوع مقلق للغايه للغايه، وانا عارف كل اليوفنتيني يعني يشاركوني نفس القلق على موضوع الدفاع في اليوفنتوس، وخاصه بغياب برامر. حتى مع يعني عوده برامر، ويبقى لنا كلام كتير بقى في اللايفات، ولكن حتى مع عوده برامر انا شايف ان احنا محتاجين مدافعين. طبعا الناس افتقدت برضو ريناتو فيجا اكيد طبعا، ولكن افتقاد برامر يعني بشكل اكبر بالنسبه لي انا شايف. ويعني اعتقد الخبره طبعا فرق كبير، ولكن يعني كيلي وحتى برضو جاتي لما نزل. انا بصراحه ربنا يعني كل الدفاع ده لما نيجي نعصره كده، انا يعني هو كالولو اللي ناخده منه. جاتي ممكن اقبله كاحتياطي، لكن لو جاتي عايز يعمل نجم وعايز يروح فريق تاني يروح ونستفيد بفلوسه. انا بالنسبه لي نجيب ريناتو فيجا ماشي مع برامر. يستحسن لو نجيب حد من شباب زي ليوني ولا كومودزو مثلا، الناس الطلاينه يعني هنتكلم في حلقات الميركاتو اتمناه. لكن احنا محتاجين زخم بشري، شويه مدافعين اقوياء شويه، بدل يعني كالي. النهارده كالي حاول يزيد شويه في الهجوم، وكان عامل جبهه مع كامبياسو ناحيه الشمال هجوميا، ولكن دفاعيا ضايع. ده غير ان الولد يعني انا برضو كتبت على تويتر مفيش كره هوائيه بينط فيها، مفيش كره هوائيه بينط فيها. كل اتفرجوا على اي ضربه ثابته كورنر ولا اي ضربه ثابته ولا حتى كروس، هو بيتفرج على المهاجم وهو بينط ياخد الكره براحته. والله بقى المهاجم ربنا وفقه ولزقها في الجون هتبقى جون، ما وفقوش بيقول لك الحمد لله ربنا ستر ويلف وشه يعني. فكالي ضايع في التغطيه. سافونا النهارده برضو كان عنده بعض الكوارث، مش بوس حاجه يعني النهارده بصراحه ربنا هو كالولو اللي في الدفاع ده. سافونا مش هقصوا عليه لانه لسه صغير في السن، وهو اساسا مركزه مش لا ليبرو ولا مساك، هو المفروض يعني اساسي ان هو باك رايت. فيعني احنا بنديله يعني جوب ديسكريبشن مختلف، او مهام وظيفيه بالنسبه له مختلفه شويه، ولكن يعني هذا برضو لا يمنع ان عنده بعض الكوارث في التغطيه والماركتنج. ولكن
هو كالولو اللي ربنا يحميه ده دفاعيا. فكره الاربعه الجداد في خط الوسط انا عاجبني ثبات التشكيل طبعا النهارده. تدور ثبت التشكيل بالثلاثة 4 2 1 هم ما فيش اي اختلاف. كيلي سافونا كالولو البرتو كوستا مع كامبياسو مع ماكيني وتورام يلدز وكونسيساو في الهجوم كولوماني كله زي الفل، ولكن الهجوم ما كانش بنفس النجاعه، ويمكن كولوماني برضو ضيع كام فرصه ما يضيعوش، ومنهم واحده كانت هتريحنا، كانت الثلاثة واحد قبل ما يلدز يجيب الجون. هو يلدز الله اكبر عليه ربنا يحميه، يعني ما شاء الله، يعني ربنا يحميه ربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات. ويعني ما اعتقد اللي بيقدمه ده بيثبت ان هو لما يرجع عقده هيزيد وهيكمل معانا لمده طويله. كونسيساو برضو كان عامل ازعاج، ولكن برضو كان يعني الحاله البدنيه ما كانتش مساعده قوي، كل شويه يمسك في رجله ويعني هو بيتكور في نفسه كده ويقع على الارض. ولكن يعني الحمد لله ان هو الليله عدت على خير، ويعني كان كونسيساو مقبول. طبعا في خط الوسط ترام انا شايفه برضه يظل هو المستوى الثابت الى حد كبير، ولكن مكاني حدث ولا حرج زي ما بقول. وطبعا التغييرات هنتكلم برضو عليها، ولكن البرتو كوستا يمكن مش بنفس المستوى بتاع الماتش اللي فات، وكان بياسو كان متحرك ولكن كان ساعات كتير بيزودها. كان في كوره ليه في الشوط الثاني قعد كان الواد رايح راجع رايح راجع يا عم هتعرضها، ورجعت له تاني قام عايز يرقص برضه فزودها زياده. ولكن يعني في المجمل كان بياسو كان هايل. البرتو كوستا يمكن اقل، ولكن الفريق كله يمكن كان متاثر بالناحيه، يعني اللي يشوف التيشيرتات كلها كانت غرقانه ميه من الرطوبه، ويمكن حاله الطقس كانت صعبه شويه. فالحمد لله فوز 4-1. طبعا البدلاء كوب ماينرز انا شايف ان هو ما اداش يعني الماتش لا الواو ولا الوحش، يعني كان اداء عادي، ما كانش فيه حاجه نقدر نذكرها بالسيء ولا بالخير، يعني كان اللي هو سلم واستلم، يعني ما كانش فيه حاجه. وبعدين برضو كان مين تاني نزل عندنا؟ نيكولاس جونزاليس يمكن شوطه برضو ما لا تذكر. فلاوفيتش برضو يعني اللي حاول برضو لا يذكر. يعني الشوط كان تعاوني الى حد كبير. طبعا اهم اتنين لوكاتيلي وجاتي، لان لوكاتيلي فعلا ظبط الدنيا بعد ما نزل، يعني نزل بعد الدفعه الاولى اللي نزلت. يعني كوب ماينرز بدل مكاني ما ظبطش الدنيا قوي قد ما لما لوكاتيلي نزل الامور اتظبطت شويه. ولكن يعني رجعنا نمسك الملعب تاني، ويمكن دايما بقول لوكاتيلي مؤثر في هذا اليوفي. ولكن في المجمل انا بالنسبه لي شايف الماتش مقبول، ولكن طبعا مش بمتعه ماتش العين. ولكن طبعا الفرق الخصم كبير، ويمكن من الحلقه اللي فاتت قلت لكم يعني الخصم جايز يكون يعني كانت خماسيه وتغطي يعني الهفوات اللي عندنا. برضو اعتقد الرباعيه دي تبان سكور كبير، ولكن الوداد عمل ماتش كبير، وفي نفس الوقت كمان يعني مهاره يلدز يمكن هي اللي خلصت الثلاث اجوان. البنالتي اللي في الاخر ده رابع، ده من يعني حاجه كده يعني قيمه زايده ولا هدف زائد. ولكن في العموم انا شايف ان يلدز ومهارته واهدافه غطت على عيوب كبير في الفريق. لسه الفريق الى حد ما ادانا برضو بعد اللمحات والطعم بتاع نهايه الدوري نفس شعور الشوط الثاني اللي احنا بننزل فيه بالمستوى. برضو لسه الامور مش مطمئنه. يمكن حلاوه البدايات الشوط او الماتش اللي فات، ولكن الماتش ده شويه ابتدينا نقلق او ابتدينا نشوف. فاحنا مش عايزين نضحك على نفسنا، الفريق لسه محتاج تدعيمات علشان نشوف اختلاف، ومحتاج بقى ان تدور ياخد ثقه اكتر في نفسه واللعيبه. يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي تحسب ان اللعيب في بعض اللاعبين ابتدوا ينطلقوا شويه، يلعبوا بحريه شويه. عندنا يلدز طبعا واخد حريته بشكل كبير. اللعيبه واضح ان هم نفسيا اريح، ويمكن ده العامل الفارق الكبير بينه وبين تياجو موتا، لان زي ما احنا اتفقنا ان تياجو موتا كان واضح ان هو شخصيه غير لطيفه او رزله، بس مش رزاله كره القدم، رزاله فعليه. فتدور واضح ان هو شخصيه الطف، اللعيبه راضيه، الامور احسن كتير الحمد لله رب العالمين. ولكن لسه بقى يعني الموضوع ده ما ياكلش عيش، لسه ك يعني انتشار وتكتيك في الملعب واداء في الملعب لسه ده ينقصنا الكثير. ولسه طبعا في ميركاتو لازم يبقى تدعيم يعمل سبورت للفريق. ويمكن اسكانافينو طلع اتكلم قال ان احنا لازم نتارجت الاسكوداتو العام المقبل. فاتمنى بقى ان هو يجيبوا بعض التدعيمات، ويمكن نبقى نتكلم في حلقات ميركاتو في اللي جاي. مبروك للجميع، فوز كبير برضه 4-1 وضمان للتاهل تقريبا. جوفاني البانيزي قبل ما ادخل تقريبا بيقول ان 9 مليون اضافيه يعني اضافوا لينا بمجرد التاهل. لسه بقى اول ولا تاني هنشوف، ولسه هنشوف السيتي هيعمل ايه مع العين. ولكن تقريبا خلاص 6 نقاط خلاص اعتقد ضمننا التاهل، لان السيتي هيلاعب العين حتى لو العين فاز احنا فايزين على العين، يعني من غير حسابات من غير ما اقعد احسب كتير. ولكن اعتقد خلاص ضمننا التاهل باذن الله يعني. و9 مليون اضافيه اخبار جميله لينا، وربنا يديم علينا الافراح والاهداف.
فتاني باقول مبروك للجميع، ونبُص بقى لماتش السيتي إن شاء الله يوم الخميس القادم، ربنا يعدّيها على خير كزعامة المجموعة وتَست لينا برضه يعني ربنا يستر ما تختمش وِحِش، لإن هذا الدفاع مُقلق لأقصى حد، فربنا يستر يعني يسترها علينا ربنا في البطولة دي ولكل حديث فيما بعد. إن شاء الله يكون لينا لقاء في لايف قريب برضو كده يعني إيه قبل الماتش بتاع السيتي نقعد ندردش مع بعض ونشوف آخر الأخبار زي ما عملنا قبل ماتش الوداد، نتفائل كده ونشوف آخر الأخبار وآخر أخبار اليوفي بإذن الله ونطلع نتكلم عليها، ولو في كلام عن بقى مدير رياضي يا رب يعني نسمع أخبار خير وربنا يسهل. اللي أول مرة يشوف القناة دي مش بس قناة عن اليوفنتوس أو عن الكالتشو أو عن الكورة، لا فيها كلام طبي وكلام عام. بصوا على القوائم يا رب تكون قناة ممتعة ومفيدة للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك يا ريت تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين وللمستضعفين، وندعي لكوكب الارض كله، لان يعني احنا ربنا يستر اللي جاي. يعني شكل الدنيا هتبقى فيها شويه يعني ايه يعني فرقيع كتير، فربنا يستر على هذا العالم وهذه البشريه، وربنا يستر ويستر علينا، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.